مبروك طبعا لكل جماهير الاهلي يعني. حاجه كده بنقولها غصب عننا بس مش مشكله. اول حاجه هتلاحظها بقى وانت بتتفرج على ماتش الاهلي بين الشوطين بالذات، لو الاهلي مش كسبان يعني، هتلاقي في الاستوديو التحليل اون سبورت او اي قناه بتحلل يعني الماتش، هتلاقيهم زعلانين كده وتحس ان ايه، ان هم قاعدين في عزا، جايين يوجبوا مع حد يعرفوه او صاحبهم يعني. بقاء لله، عامل ايه؟ ايه الشده يا عم، ربنا يقويك، مش عارف ايه كده. اول ما الاهلي يكسب بقى تلاحظوا في بعد ما الماتش خلص والاهلي كسب، هي ومولد وفرح ابوك العمده وانت وهو، ويلا ومثل على نفسك وفرح ومولد في القنوات. طب ليه يا جدعان؟ انتوا كده قناه مش محايده، انتوا كده بقى مش قناه اون سبورت، كده قناه ايه؟ الاهلي تي في، قناه الاهلي ميكس، الحاجات دي يعني اخركم كده. ماشي. الاهلي عمل ايه بقى النهارده؟ ما عملش اي حاجه. كوره زرط لكريم فؤاد، كنت بشتمه ساعه الكوره، انا بشتمه ساعه الكوره وبعدها يجيب جون، وجون ايه؟ ابو السعود مفلعس له، ويلا وديني. ماشي، ادي كرة الاهلي. المقاولين مش عارف يلعب كوره، وعم شاوي غريب والحاج جده واقفين ورا عاملين لك فيها متعصبين، وكل شويه يسلطوا الراجل اللي جنب شاوي غريب بيتكلم عشان ياخد هو الطرد، ويعملوا فيها ان هم زعلانين وكده. وفي الاخر ايه؟ هم اهلاويه برضه، احنا عارفين يا جدعان الفيلم والله والليله وكده. انت لو كنت عايز تكسب ومدخل لي واحد يشوط اجتع، باين عليه اصلا ان هو تعبان ومش هيعرف يجيبها جول، ده اول حاجه. وسايب مجلي وسايب ناس كتير ما بتشوطش، طب ليه يا جدعان؟ وبعد كده في الاخر تقولوا ايه؟ ده الدولة زملكاوية والناس مش عارف بتدي الدوري للزمالك وبتدي الكاس للزمالك. عامة يا اهلي احنا مستنيينك، فهمنا يا عم كولر، يعني واقف كده طول الماتش كده بيعملش اي حاجة، لاعب مات، هجمة ضاعت، جون دخل، هو كده. ايه يا عم كولر؟ طب اعمل اي حاجة، فك ايدك يا اخي عشان النحس حتى. محدش قال لك خالص؟ وسيد عبد الحفيظ ما ظهرش خالص الا بعد ايه؟ ضربات الجزاء. فهمنا يا سيد، فهمنا يا كابتن سيد يا دكتور. فطبعا يا اهلي شغل الزرط والعجن والحظ يعني ما كانش ماشي النهارده. بس يعني ايه هنقول ايه؟ اللي حصل ان انت كسبت، ماشي، بسبب مين بقى؟ الله اعلم، توفيق يا عم من ربنا هنقول كده. واحنا مستنيينك كزمالك يعني، بس عد انت بس الاول من الفرق اللي مستنياك ده اهلي. الحمد لله يعني، الحاج في الراجل النهارده خلاص نور متعوب بيته، والحاج المساعد بتاعه اللي كان هيضيعنا مع الماتش اللي فات اللي كسبنا فيه بالعافية عشان حاج نيمار الفخم يعني. وبرضه ما ننساش يا جدعان زيزو الفخامة كلها، يعني زيزو ونيمار دول يا جدعان وإمام عاشور فخامة. الباقي بقى عايز تردم، نجيب لك ايه؟ لودر وتردم براحتك على الفرق، عواد بقى على مش عارف مين. الدنيا بايظة يعني في الزمالك وربنا يسترها يا جدعان. فين صانع اللعب يا جدعان؟ فين ساسي يا اخوان؟ فين المايسترو؟ ما عادش في ساسي، ولا عاد في مايسترو، ولا عاد في اي بتنجان، ولا حتى عاد في سافل، واللعيبه كلها طفشت، حتى بن شرقي اللي كنا ما عادش فيه. فمين اللي لنا يا جدعان؟ زيزو اولا ربنا طبعا، وبعدين فريرة، وبعدين زيزو، وامام عاشور، ماشي، وسيد نيمار. واتعشت على كده يا اخوانا عشان ايه؟ طبعا الونش ده حاجه طبيعيه يعني، ما نقدرش ننساه عشان برضو ايه، ما نبقاش احنا بنعجن كده. فمستنينك يا اهلي بقى، ماشي. حاج فرة جه، ماشي يا عم كولر، جالك وهيركز لك بقى، بس انت عدي زي ما قلت لك من اللي هيجي لك للسكندري الزرقاء هيلعبك، فانت حاول كده تملص منه، وبعد كده شوف مين اللي جاي لك، واحنا مستنيينك يا معلم. كده كده الكاس زملكاوي، ما انت فاهم، بتاع الزمالك رسمي، فهمي حسين جعفر عبيد.